السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة الشيف صلاح الباتني. قبل ما نبداو لا فيديو تاعنا نهار اليوم ما تنساوش تصليو وتسلموا على رسول الله عليه افضل الصلوات. اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم ثاني طاولة رمضانية لرمضان 2025، وكما راكم تشوفوا فيها ما شاء الله اطباق ووصفات متنوعة اللي تقدروا تدوهم كافكار وتحضروها لطاولة الافطار تاعكم. وبالنسبة للطبق الرئيسي تاع نهار اليوم كان طبق خداوج، طبق جزائري عريق ومعروف سهل وبزاف بنين. وانا هاد المره حاولت نركز بزاف على الوصفات الجزائريه التقليديه اللي تكون سهله بريزونطابل وتجي بزاف بنينه، بلا ما نساو شوربه فريك، البوراك، طاجين الحلو والمملحات، يعني شحال من حاجه اللي راح نشاركها معكم. لازم تتبعوا الفيديو من الاول للاخير ونخليكم مع طريقه التحضير. مشاهده ممتعه للجميع. نبداو مع الوصفه الاولى نتاع الشوربه. عندي فخذ دجاج، نحتاجو للزيت، نحتاجو للطماطم، انا استعملت طماطم كاره، عندي حبه تاع بصل مرابيه، زوج كرون تاع فلفل حار، عندي حبه تاع طماطم مرابيه، عندي كميه من الفريك، ثلث سنات نتاع الثوم، كميه من الدبشه، توابل عندي ملح، فلفل كحل، فلفل احمر، كزبر، وكعبه تاع مرق الدجاج تاع جامبو. اول حاجه نروحو نجيبو طنجره الضغط، نديرو فيها شويه تاع زيت، ومن بعد نحطو هذاك فخذ الدجاج وراح نقعدوا نحمروا فيه باش يطلق لنا هذيك البنه، نخليوه وحده. من بعد نضيفوا حبه تاع بصله، درت نص شلوط ونص بصله عاديه، حبه تاع طماطم مرابيه، ثلاث سنات نتاع الثوم، كميه من هذيك الدبشه ولا كما تقولوا نتوما كزبر حشيش، عندي كعبه تاع مرق الدجاج تاع جامبو، وتوابل ملح فلفل كحل فلفل احمر كزبر. وراح نقليهم كامل مع بعض جيدا. ومن بعد راح نجيبوا لهنا لا طوماط كونسونطري، استعملت تاع كارا دوبل كونسونطري. ايضا ما فيهاش لاسيديتي، ما في يعني ما فيهاش حموضه بزاف، قليله فيها الحموضه. كي نضيفوا هذيك الملعقه ونص تاع لا طوماط كونسونطري ايضا حتى هي نزيدو نقليوها مع داك الدجاج باش تعطينا البنه، ونزيدو شويه تاع الماء باش ما تلصقناش في القاعده تاع الطنجره تاعنا، ونخليهم مده 20 دقيقه على نار اللي تكون قليله. شوفوا لي بعد ما ضفنا هذيك لا طوماط كونسونطري، شوفوا لي النتيجه اللي عطاتها لي، تجي حمراء وتجي ما شاء الله. نضيفوا ايضا كميه من الفريك، حوالي نص فنجان تاع فريك نكون شللته ونضيفه. ومن بعد نمرقوه بالماء اللي يكون بارد ولا سخون، بما انه درنا غير الدجاج نديروا الماء سخون ولا بارد ما كانش فرق، بصح اذا كان درتوا اللحم لازم ديروا الماء يكون سخون. قفلت الكوكوطه تاعي، درت بروغرام رقم 3 تاع الدجاج ودرت 15 دقيقه ونخليها تطيب. بعد ما مر 15 دقيقه نطفي عليها. بالنسبه للطاجين الحلو نحتاجو الماء، السكر، القارص، القرفه، اعواد تاع الطيب، ونحتاجو الفاكهه المجففه. نجيبو طنجره راح ندير فيها كيله تاع سكر مع زوج كيلات نتاع الماء. على درت كيله تاع سكر لانه كي قلت انا الفاكهه المجففه تاعي درت لي كيله. عندي ملعقه تاع مزهر، عود قرفه، حبه نتاع القرنفل، شريحه ليمون، وعندي قرصه تاع الملح. لازم الملح، بلا ما نساو لا مارغرين، وانا استعملت هذه المره لا مارغرين ديما. نديرو ملعقه كبيره، ولهنا راح مباشره نهزو الطنجره نحطوها على النار، نخلطوا لهنا خلطه ولا زوج، ونخليوهم نغلقوا عليهم، نخليهم حتى تذوب لنا هذيك الزبده والسكر يذوب وتشوف الخليط بدا يغلي. جوست هو يبدا يغلي احنا نرميو هذيك الزبيب والمشماش اللي كنت حطيتهم في الماء يكون سخون، يعني قبل ما نضيفوهم المرق نخليهم على جهه في الماء يكون سخون. من جهه اخرى في طنجره ولا في كسرونه صغيره درت شويه ماء شويه سكر بلا ما نعبروا السكر، وحطيت هذيك العينه تاعي. علاش درتها وحدها؟ لانه تطلق لنا الكحوليه ومن بعد خسرنا لاصوص نتاع الطاجين الحلو. طيبتها وحدها وفي الاخر صفيتها وضفتها لهذاك الطاجين، وزدت خليتها لنا يعني فقط حوالي 10 دقائق ولا ربع ساعه وطفيت عليها. طبيعه الحال النار تكون شويه قليله، تكون اقل ولا اكثر شويه من قليله. درت لهنا ملعقه تاع عسل، ملعقه ولا زوج تاع مزهر، وعصير نص حبه ليمون. ولا هنا الطاجين الحلو تاعي يكون واجد. مزهر نديرو في البدايه ملعقه وفي الاخر ملعقه. نروحو دوك الوصفه او الطبق الرئيسي تاعنا. عندنا كوريات نتاع الدجاج داويتهم، عندي جلبانه، عندي بطاطا، عندي سناريه، زيتون، عندي بيض، عندي ايضا فخذ دجاج، كميه من المعدنوس، التوابل عندي راس الحانوت، كركم، زوج سنات نتاع الثوم، ملح، فلفل كحل، والحمص، وكما قلت لكم عندي ربطه نتاع المعدنوس. لهنا بالنسبه للكوريا تاع الدجاج درت عادي الدجاج، بصله، ثوم، ملح، فلفل كحل، شويه تاع زيت، ونخلطوهم ونشكلهم كوريات. اول حاجه نروحو نجيبو طنجره نديرو فيها شويه تاع الزيت، نحطو فخذ دجاج مع نص حبه تاع بصل، زوج سنات نتاع الثوم، حطيت ايضا ربطه صغيره تاع معدنوس، وراح نقعد نقلي فيهم مع بعض حتى نشوفوا الدجاج تغير اللون تاعو، وتشوفوا ايضا هذيك البصله ذبالت. من بعد نضيفوا التوابل، عندي ملح، فلفل كحل، كركم، وراس الحانوت. اللي يحب يدير مرق الدجاج يدير، انا ما درتش لهنا. نقليهم مليح. من بعد نضيفوا لهنا كميه من جلبانه، حبه تاع سناريه،
لهنا انا خداوج حبيت ندير فيه الالوان، يعني حبيت النوع. تقدروا نتوما ما ديروش الجلبانه، ما ديروش السناريه نهائيا، مش شرط انكم ديروهم، ولكن انا درت باش تعطينا هذوك الالوان. بعد زدت شويه تاع الماء وغلقت عليهم ونخليهم يتقلاو مليح. كما قلت لكم انا دوك الكوريات تاع الدجاج، رحيت الدجاج درت له شويه بصله، شويه ثوم، ملح، فلفل الكحل، شويه تاع الزيت وخلطته. ومن بعد حطيتهم خذاو لون محمر فقط في المقلاة في شويه زيت، غير ياخذوا لون محمر على برا، لانه من بعد راح يطيبوا في لاصوص. لهنا بعد ما تقللنا هذاك الدجاج جلبانه، هذيك السناريه او الجزر، نزيدوا ايضا كميه من زيتون اخضر اللي نكون غيرت له الماء شحال من مره، تقدروا حتى تغليوه كما تحبوا. نزيدوا نقليوه مع هذيك الجلبانه والسناريه والدجاج، ومن بعد نمرقوا، نغمروا الدجاج تاعنا بالماء اللي يكون سخون، نضيفوا هذيك البطاطا، نضيفوا ايضا كوريات نتاع الدجاج، لانه اصلا هنا الدجاج راهو دخلوا طيب، لانه خليتها تقلات حتى هذيك السناريه شتها طابت. وفي الاخر ايضا ضفت شويه نتاع الحمص. كما قلت لكم الطبق تاع خداوج تقدروا ديروا فيه اي حاجه، ما تقولوش حمص وزيتون ما تصلحش، نو تصلح وتجي بزاف بنينه. من بعد كي شتها طابت لي ما بقالهاش بزاف، واش درت؟ حكمت هذاك الفخذ تاع الدجاج اللي درتو في البدايه، نحيته ومن بعد فتتو وضفته في الاخير. لهنا طفيت النار، كلش راهو طاب، السناريه، الجلبانه، البطاطا، كما شفتوا الدجاج ثاني طاب، الكوريات طابولي. دوك واش راح ندير؟ ندهن البلاطو تاعي اللي راح نفوتو للفور بلا مارغرين، ونحط هذيك الخضره مع هذاك المرق، يعني نحطهم كامل مع بعض. من بعد لهنا نديرو نخصصوا يعني اماكن هكا اللي نديرو فيها البيض، 3 حبات تاع بيض يكفي. نديرو ايضا شويه نتاع المعدنوس، ومباشره راح نفوتهم للفور. الفور نكون شعلته مسبقا على 180 درجه، نشعلهم لتحت حوالي 10 دقائق، لانه كل شيء طيب، فقط هذاك البيض يحكم روحه. ومن بعد نشعلهم الفوق ياخذوا لون احمر، وتكون الوصفه تاعنا واجده. بالنسبه لهنا للسلطه، انا راح ندير لكم سلطه سيزار. عندي بان دومي، عندي دجاج، طماطم كرزيه، زيتون اخضر، مايي، زيتون اسود، عندي بيض مسلوق، وعندي سلطه. وبلا ما نساو فرماج تارتيليس، هذا الفوندو سي دو فري فرomage. دوكا ندير لكم علبه كبيره، وكان هاد العلب اللي جايين في الكرتون الصغيره. سينو هذيك التحتانيه ماكس فروماج، هذيك راهي بريباراسيون باش ما نخلطوش. حكمت شرائح تاع الدجاج، درت لهم ملح، فلفل الكحل وفلفل احمر، وراح نحطهم في المقلاة، نقليهم شويه في نفس المقلاة اللي قليت فيها هذوك الكوريات، راح نقلي فيها الدجاج. بعد ما هذاك الدجاج خذا لون محمر، راح نقطعه بالطريقه الموضحه في الفيديو، هكا نقطعوه بهذه الطريقه. عندي ايضا البان دومي، تحبوا تحمروا في الزبده ولا في الزيت كما تحبوا، ولكن انا حمرته في هذيك لاباري سبيسيال اللي نقريو فيها الخبز، البان غري ولا الغري بان عفوا. عندي ايضا حوالي 4 وريقات ولا 5 وريقات نتاع سلطه كبار، غسلتهم وقطعتهم حتى هما، يعني فقط افكار تدوهم، وانتم تقدروا تزيدوا تبدعوا كما تحبوا. حطيت السلطه، حطيت ايضا هذاك البان دومي اللي قريته، حطيت ايضا المايس، وحطيت ايضا هذاك الدجاج من الفوق، وزيتون اخضر، يعني نتوما اللي تقدروا تشبحوها بالالوان باش تشهيكم. زدت ايضا حكمت الطماطم كرزيه قسمتها مع زيتون اسود، ودرت ايضا على الجوانب بيض مسلوق او حبه بيض مسلوقه قسمتها وحطيتها لهنا. وذوك نروحوا نوجدوا لاصوص اللي راح نرافقوها لا سلطه سيزار تاعنا. اول حاجه عندي علبه ياغورت ناتور، عندي عصير نص حبه ليمون، ملعقه تاع خل، نص ملعقه صغيره تاع لا موطارد، ما تكثروش بزاف الموطارد، كميه من المعدنوس، ايضا ملعقه ولا 2 ملاعق تاع لا مايونيز. وعندي هنا فرماج تارتيليس، هذا الفوندو راح ندير حوالي ربع الكميه، ندير ربع الكميه فقط. ومن بعد راح نميكسيو هاد المكونات كامل. اذا شتو الخليط تاعكم ثقيل تقدروا تزيدوا له شويه تاع الماء، ما يهمش، وزيدوا في الاخير شويه ملح، شويه فلفل الكحل، وشوفوا لي لاصوص اللي تحصلنا عليها. وفي الاخير نزيدوها للسلطه تاعنا. بالنسبه للبوراك نحتاجو نص صدر دجاج قطعته، عندي البصل، عندي الزبده، عندي الفرماج تارتيليس، عندي الفارينه، عندي ملح، فلفل الكحل، وعندي لهنا الحليب، وبلا ما نساو الديول. اول حاجه نروحو نوجدو الحشوه نتاع البوراك. في مقله نديرو شويه تاع زيت، عندي حبه تاع بصل مع 2 سنات نتاع الثوم، هذاك نص صدر دجاج قطعته مع الملح وفلفل الكحل. طريقه جد سهله وبسيطه، يعني في ساعتين ولا 3 وانتم وجدتوا هذه الوصفات. نروحو نجيبو كاسرونه، نديرو فيها ملعقه تاع مارغرين مع ملعقه تاع فرينه باش نوجدو لا بيشاميل. بالنسبه للناس اللي عندهم حساسيه الجلوتين، تقدروا في بلاصه الفرينه ديروا ملعقه تاع نشا، راح تعطيكم نفس النتيجه. خلطتهم مليح، من بعد ضفت لهم حوالي كاس غير ربع نتاع الحليب،
ما درتش كميه كبيره لانه نحوس على لا بيشاميل تكون ثقيله. زدت ايضا 2 معالق كبار نتاع فرماج تارتيليس، تحبوا ديروا البريباراسيون ولا ديروا الفري فروماج الفوندو تاعهم، ونزيدو نخلطوهم مليح وشوفوا لي القوام. كما قلت لكم القوام لازم يكون ثقيل، يكون طول كريمه كما لا كريم باتيسير. زدت شويه ملح شويه فلفل كحل ونطفي عليها. يعني قد ما نخليوها تبرد قد ما راح تزيد تحكم روحها اكثر واكثر. ومن بعد في الاخير انا الدجاج نسيت وحمرته. المهم نتوما طيبوه عادي، نضيفوه لهذيك لا بيشاميل نخلطوه بهذه الطريقه ونخليها في الثلاجه حتى تحكم روحها. نتوما من الاحسن انكم تخليوها في الثلاجه، انا ما خليتها في الثلاجه لا والو، بصح نتوما خليوها في الثلاجه تحكم روحها شويه. ومن بعد تحشيو البوراك تاعكم بالشكل ولا الحجم اللي بغيتوه نتوما. انا راح ندير عادي دي سيجار، دي ميني سيجار، حاجه صغيره فقط، وانتوما لكم الاختيار. شوفوا نهزوا الحشوه كما قلت لكم، انا الحشو تاعي هكا وراني ما خليتوش يحكم روحو. نتوما اذا خليتوا الحشو تاعكم يعني في الثلاجه على الاقل نصف ساعه راح ما تغبنكمش خلاص في الخدمه، سيرتو في الطياب، ما يتفتحوا لكم ما يروحوا ما يجيو. بنفس الطريقه نكملوا كامل الكميه ومن بعد نروحوا في الاخير نطيبوهم. نجيبوا مقله نديروا فيها شويه زيت، نسخنوا الزيت تاعنا مليح ومن بعد نقصوا لها نديروا لها نار متوسطه. نحطوا البوراك تاعنا على الجهه اللي غلقناها عليها ومن بعد نقلبوها للوجه الثاني تاخذ لون ذهبي. يعني الطياب نتوما لكم الاختيار، تحبوا تحمروهم تخليهم صفر نيين هذا يرجع لكم. انا نحمرهم شويه. بعد ما طيبتهم نروحوا نوجدوا دوكا خبز الدار. عندي كاس تاع حليب دافي، 4 كاس نتاع الزيت، عندي بياض بيضه صفر نحتاجوه في الاخير، ملعقه كبيره سكر ممسوحه، ملعقه كبيره تاع خميره الخبز تكون ممسوحه، ونص ملعقه كبيره نتاع الملح. يعني درنا ملعقه كبيره سكر وملعقه كبيره خميره الخبز وعندي نص ملعقه كبيره نتاع الملح. نخلط هذوك المكونات كان مع بعض، نزيدو 2 كيسان تاع فرينه مع كيس تاع خميره كيميائيه ونخلطوهم كامل مع بعض. انا هاد الوصفه اصلا دايره راني حطيتها لكم في القناه موجوده. نخلطوا فقط بلا ما نخدموا بيدينا، غير بالفوي ولا بالسباتول، نغطي عليها نخليها يضعف الحجم تاعها. من بعد راح نجيبوا القالب ولا بلاطو تاع الفور، راح ندهنوه بشويه زبده ونرشوه بشويه زيت، نحطوا العجين تاعنا. شوفوا لي العجين لهنا بعد ما ضعف الحجم تاعو، فقط بالسباتول نهبطوا هذاك العجين نحطوه في البلاطو، ندهنوا يعني بالاستعانه بشويه زيت، نديروا يدنا في الزيت ومن بعد نمشيو هذاك العجين كما كنتو راهو بزاف سائل. نحطوا بعد ما نسويوه نجيبوا صفار بيضه، درت لها شويه تاع الحليب ولا ديروا لها الخل ولا الزيت كما تحبوا، ودهنت الوجه تاع الخبزه تاعنا، درت لها ايضا شويه تاع الجلجلانيه وراح نفوتها للفور. حنا في العائله كان اللي ما يحبش الخبز الدار، كاين اللي يحب الكسره، كاين اللي يحب الرخساس، كاين اللي يحب الخبز. انا درت غير الخبزه باش ما نبذروش. ولا هنا شوفوا لي النتيجه اللي تحصلت عليها. ايضا ما حبيتش نحمر الخبز، صفرته فقط يجي خفيف قطني في 10 دقائق وانتم حضرتوه من اروع ما يكون. هذه الوصفه غير جربوها، متاكد ثاني راح تعجبكم. بالنسبه للطاوله لهنا حطيت هذا السيرفيس طابل. شحال مره وانا نبارطاجي معكم في الانستغرام، بالنسبه للناس اللي راهي تتبعني في الانستغرام راح نطاقي لكم لاباج تاعي لهنا تحت. الناس اللي مازال ما ابوناوش ادخلوا عندي الانستغرام، راني نبارطاجي معكم بزاف في لي ستوري، نبارطاجي معكم هاد الوصفات كامل بالتفاصيل، كل حاجه وحدها في الانستغرام. حطيت الطاجين الحلو. ايضا بالنسبه لهاد المملحات تاع السلق راني بارطاجيتهم داير في الانستغرام وبارطاجيتهم ايضا في اليوتيوب، راح نخليكم الرابط اسفل في صندوق الوصف اسفل هذا الفيديو. وشوفوا لي الطاوله، يعني طاوله بسيطه ولكن فيها افكار بزاف مليحه راح تساعدكم، سيرتو كي تكونوا حايرين واش راح ديروا. هذاك الطبق خدا وجا بزاف بنين، لاصوص راهي ملت حتى ما تقولش راه ناشف. هاد لاصالات سيزار ايضا جات من اروع ما يكون، المملحات جاو طوب، كلش جاب ما شاء الله. اذا وصلنا لنهايه هذا الفيديو، ما بقى نقول لكم شهيتكم بالصحه، صحه فطوركم، تهلاو لي في رواحكم والسلام عليكم.